اهلا بيكم. النهارده انا جاي اكلمك على الحظاظه اللي انا لابسها. هي مش حظاظه ولا هي ساعه، دي اسمها ووب، واكيد شفتوا مشاهير كتير لابسينها زي صلاح ورونالدو، وممكن تشوف شيوخ ناس في دول تانية لابسينها برضو، واكيد بتسال نفسك ايه البتاع اللي هم لابسينها دي. هي دي ببساطه كانت بالنسبه لي بديل للابل واتش او الساعات الالكترونيه او الساعات الذكيه. والنهارده في الفيديو جاي اشرح لكم انا ليه نقلت من ساعه ذكيه لووب، وازاي بستعمل الووب في تمريني ونومي وشغلي، وهل بتفيدني ولا لا، وايه العواقب من حاجه زي دي، وهل انت المفروض تستثمر في حاجه جهاز زي ده ولا لا. مبدئيا لازم نفهم الووب دي بتدينا ايه، او اي ساعه ذكيه بتدينا ايه. بتدينا معلومات. المعلومات دي يا اما هنعرف نستعملها ونحللها بطريقه ايجابيه، يا اما هتبقى حاجه سلبيه بالنسبه لنا او حاجه ملهاش اي لازمه، لان احنا ما بناخدش اي اكشن او ما بنغيرش من اللي احنا بنعمله عشان نحسن من النتيجه. يعني ببساطه يعني في 3 حاجات ببساطه ممكن نتكلم عليها. واحد، القلق من ان انت مثلا ما تنامش كويس عشان عارف ان الساعه او الجهاز هيطلع لك سكور النوم بتاعك مش كويس. 2، خلينا نكون واضحين، الاجهزه دي مش طبيه، ولو ان في جزء من الاجهزه اللي في السوق عندها ابروفلز من الاف دي اي اللي هي هيئه الغذاء والدواء، ومقدمين يعني عاملين دراسات ان هي ينفع تستعملها يعني في الطب، في الويلنس، يعني من ناحيه الطب، زي والترا مثلا هنتكلم عليها. والترا احنا عندنا ده. تالت حاجة ان انت بتبقى مهووس بالارقام. يعني ايه؟ يعني الارقام ممكن هي تتحكم في مودك، فخلينا نتكلم عليها واحدة واحدة. طيب، اكيد كلنا عارفين ان احنا نتابع النوم بتاعنا، حاجة مهمة جدا وحاجة اساسية جدا. فالمشكلة بتبقى ان انت ممكن تخلق عادة فيها توتر وفيها ستريس زيادة عن اللزوم يأثر على نومك بالليل. يعني ايه؟ يعني تبقى قاعد في السرير خايف ان انت ما تنامش كويس، عشان عارف ان انت لو ما نمتش كويس العلامه هتبان عندك وهيديك سكور مش كويس. ده رقم 1. فانا كده انت بتخلق ستريس بالنسبه لك، يعني ملوش اي لازمه. 2، لما نيجي نتكلم على الاجهزه دي، انت بتشوف ارقام وبتديك ارقام، ولكن ايه مدى دقه الارقام دي؟ طبعا في ناس هنا حواليا النهارده بيعملوا هايكنج وجري، ودي من جزء الحاجات اللي اتكلمنا عليها. لازم تكون نشيط وتخلي بالك من صحتك. بس نرجع لمرجوعنا، ايه اللي انا اضمنه ان انا بتجيلي حاجه بتديني نتيجه صحيحه ولا لا، اصلا تبقى worth it بالنسبه لي ان انا اقلق وان انا اخاف وان انا اغير من عاداتي. فدي حاجه لازم نخلي بالنا منها. هيحصل ان انت هتبدا تبقى مهووس بالارقام. يعني ممكن اصحى في يوم من الايام وابص والاقي ان الريكفري بتاعتي او نتيجه الاستشفاء او الراحه بتاعتي او النوم وحشه جدا، فابدا يومي عارف ان انا النهارده مش على النمط الصح، فابدا مستسلم للحياه، ابقى حاسس ان انا تعبان بقى، واروح اخد قهوه وافكر ان انا محتاج اكل زياده ومحتاج انام زياده واقلل الاسترس فما اشتغلش. فدي كلها حاجات لازم نخلي بالنا منها واحنا بنستعمل اي اداه، لان هي ممكن تاثر عليك بالسالب زي ما ممكن تاثر عليك بايجابيه. طيب، المهم ان انا اجي اقول لك من تجربتي انا ليه سبت الساعات الذكيه وايه اللي انا حسيته كفايده بعد ما سبت الساعات الذكيه. رقم 1، انا بالنسبه لي الساعه الذكيه كانت بتديني نتائج في الحرق. ولو شفتوا فيديوهاتي القديمه لما كنت بعمل تشالنجز كنت بوريكم ازاي ان هي بتعمل سكورنج او بتديني نتيجه لكام سعر حراري حرقته. وكان في تحديات عملنا، حرقنا 5000 سعر حراري في يوم ايام بقى. وطبعا ده مش معناه ان انا ما بعملش ده الايام دي، لا بعملها، بس في ليفل وعي مختلف. فانا هشرح لك النهارده. ولما كنت بعمل كده بالساعات كنت عشان اوريكم، مش عشان حاجه انا مهووس بيها. فنرجع لمرجوعنا. كان جزء من مشكله الساعه ان الساعه اللي هي الابل واتش اللي انا كنت بستعملها هي زي تليفون، بس تليفون على ايدي. يعني انا ما اقدرش ان انا اتغاضى عن الموبايل. يعني الموبايل ساعات انت ممكن ترميه في اي مكان وتبعد عن النوتيفيكيشنز وتبعد عن كل حاجه، ولكن بالابل واتش لا، حتى لو عملت ميوت يعني بتبقى موجوده عندك، بتبقى عاوز تشوف ايه اللي بيحصل، مين اللي بيبعت لك، مش عارف ايه. فبالنسبه لي لما كنت حتى بروح الجيم اتمرن او انا بشتغل، بتلاقي ايدك دايما انا عاوز اخدها واشوف مين اللي بيبعت لي، مين بيقول لي ايه. وكان بالنسبه لي مزود ليفل الستريس بطريقه غير طبيعيه، لان دايما هوكت. يعني ايه دايما هوكت؟ يعني دايما شغال طول الوقت. انا بالنسبه لي شغال طول الوقت عادي، بس ما ينفعش تبقى متنشن طول الوقت، لان ناس كتير بتبعت لك محادثات كتير بقى وفي دول كتير وتايم زونز مختلفه، فبيبقى الموضوع صعب. فلما رميت الساعه دي، الراحه النفسيه اللي كانت عندي غير طبيعيه. حتى لما تروح التمرين تقدر تبقى مركز، تلعب ماتش كوره مركز، ما فيش حد بيبعت لك بيرن لك مش عارف ايه، فبتبقى مركز. ولو ان ممكن تحط التليفون في وضعيه طيران، بس انا بالنسبه لي لو كانت الساعه معايا
ما كنتش بعمل كده يعني. ده اللي حصل وخلاص. تاني حاجه ديجيتال، جهاز ديجيتال على ايدك طول الوقت بالنسبه لي برضو الاميشنز اللي فيه ممكن تكون موجوده. كنت بقول طب يعني مش محتاجها، يعني احنا مش ناقصنا ان احنا نبقى يعني في اجهزه فيها كونكتيفيتي تبقى قريبه من جسمنا عشان الاي ام افس، وممكن نعمل فيديو نشرح عنها اكتر. فده كان جزء من الحاجات التانية. تالت حاجه دقتها، وهي ما كانتش مصنوعه للاثليتس او الشخص اللي عاوز يحسن من ليفل التمرين بتاعه او يفهم جسمه بشكل اعمق. فهي معموله للشخص الافريج، يعني اللي عاوز يعرف مشي كام خطوه، ضربات قلبه كام، ستريس سكور، ساعات نوم، اكسترا. وطبعا هي في النوم مش مريحه زي الووب. وعلى فكره صاحب الشركه اسمه ويل احمد، هو اصله مصري، وانا مبسوط جدا بان في شخص زي ده قدر يعمل حاجه زي دي. قيمه الشركه 10 مليار، وقيمه شركه الخاتم اورا برضو 11 مليار، فالاثنين دول بيتنافسوا على يعملوا الاي بي او. فانا بالنسبه لي لما عملت السويتش انا كنت بدور على حاجه البطاريه بتاعتها كويسه، الباندز بتاعها نفسها ما تبقاش يعني سميكه او رخمه زي بتاع الابل واتش، وفي نفس الوقت تبقى اصغر واريح يعني. ومنها ممكن تفصل يعني انا لو وريتك الساعه دي مثلا، انت بص يعني هي سنسور بسيط، وممكن تفكها وتحطها في اي باند تاني بالوان تانية، ممكن تحطها في البوكسر بتاعك، في يعني هم عاملين حلول كتير ليها. وممكن تتلبس في بايسب باند، فساعات هتلاقوني لما بعمل كيك بوكسنج ببقى لابسها. فببساطه بالنسبه لي انا عملت ده عشان اقدر يبقى عندي حاجه مريحه بالنسبه لي في لبسها، في بطاريتها، وهكذا. انا بالنسبه لي مهم جدا اشرح لك انا بستعملها ازاي. انا بالنسبه لي الرياضه جزء من حياتي، والرياضه مش رياضه اللي هو امشي مشيتين وكده، لا، بعمل رياضه عنيفه على قد ما اقدر، تمارين عنيفه، لان انا شايف وجهه نظري، واكيد انتوا بتشوفوا دراسات، ان من المهم نحط جسمنا تحت ضغط عشان يتحسن. فما ينفعش اعمل حاجه انا متعود عليها. فبالنسبه لي كنت انا دايما بتمرن بشده، كنت حابب اعرف الشده دي مقارنه بالبروفيشنالز ايه. مهم جدا كنت اعرف السترين بتاعي، يعني مدى مش الحزق بس الجهد اللي بعمله على مدار اليوم، سواء بتمرن تمرينتين او 3 او واحده، وازاي الاسبوع بتاعي نمطه عامل ازاي، مع هل في ستريس في اليوم بتاعي بالنسبه للشغل، طب هل بنام كويس. ان مهم جدا يبقى عندي بالانس. لما يبقى عندك ستارت ابس كبزنس وبتحاول تكبر الشركه، وفي نفس الوقت بتتمرن باقصى جهد عشان ربنا يعني ميسر لك ان انت تقدر تتحكم في وقتك، وان انت تقدر تزق في الموضوع ده. فده بالنسبه لي كان حاجه مهمه جدا. فبستعملها ان انا اشوف عمق النوم بتاعي عامل ازاي، وبستعملها لما اصحى اشوف الريكفري بتاعتي، الاتش ار في بتاعي بعمل ازاي، وضربات القلب قدرت اوطيها في اليوم ازاي. ولو خدت حاجه معينه، مثلا انا ساعات بتجيلي حساسيه من الجو فبتقفل صدري، فباخد بخاخ معين، فكنت باخد بخاخ جرعته اعلى بكتير من اللي انا كنت اخدها بسبب دكتور ادهاني. وعرفت ده بسبب الريكفري، الاتش ار في بتاعي كان بينزل 50%، يعني انا في العادي في الميتينات الحمد لله، وبينزل ل 130 و 140. للشخص الافريج دي مش حاجه انت لازم تعملها، يعني انا هتكلم في الحته دي، ولكن دي بتديك علامه انت بتعمل ايه صح وبتعمل ايه غلط، لان انا ببص عليها على مدى سنتين او سنه واشوف الترندز بتاعتي عامله ازاي. الحقيقه اللي اغلب الناس مش هتقولها لك ان ده او الادوات دي ممكن تعود عليك بالسلب للاسف، لان اولا هي مش لكل الناس، ثانيا يعتمد عليك هتاخد المعلومات دي وتعمل بيها ايه، ثالثا هتبقى بتحط على نفسك ضغط فوق الضغط الاساسي اللي انت الهدف اللي خلاك تبص على حاجه زي دي اساسا هو ان انت عاوز تحسن من صحتك. فلو انت من المجموعه من الناس دي فانت بتحط على نفسك ستريس زياده، وانت اوريدي متاخر في ان انت تخلي بالك من صحتك. الناس اللي لابسينها وخلاص فهلوه ملناش دعوه بيهم، دول حرين لابسينها ستايل، لان الحقيقه هي ان دلوقتي اي حاجه الناس بتلبسها بتبقى ليها زي براندنج او ايموشنال كونكشن معينه، بتخلي صورتك قدام الناس تبان بطريقه معينه. بس لو انت مثلا متختخ ولابسها وبتفضل ان انت متختخ ما بتتحسنش فبالنسبه لي بيبان يعني الشخص اللي لابسها فهلوه ولا لابسها فعلا بيحاول يستفيد منها. هي اساسها بدات للناس البروفيشنالز الرياضيين اللي عاوزين يحسنوا ادائهم ما بين ماتش واخر، وان هم مهم جدا بالنسبه لهم الاستشفاء عشان يقدر يلعب ماتش
الماتش التاني ويتحسن فيه. الناس دي الجوال اللي بيجيبوها والدفاع بتاعهم والهجوم بتاعهم بفلوس بملايين. فهنا مهم جدا ان هو يعمل كده، لان هي بدات اصلا الشركه كانت هتنهار، ولكن بسبب ان لاعب ليبرون جيمس متهيألي كان بيلعب باسكتبول وبانت ان هو لابسها او حد باين في الدوري الامريكي، الشركه بدات تفوق. ومن هنا جاي رونالدو عمل انفستمنت ولاعيبه تانية في البريمير ليج زي فان دايك واكسترا اكسترا. فالفكره هي انت مين ومحتاج المعلومات دي ليه. واغلب الناس مش هتقول لك كده، اغلب الناس هتحاول تبيع لك الحاجات دي. عشان كده مثلا انا بالنسبه لي من عندنا من وجهه نظر والترا، احنا مش بنجبر حد ان هو يفضل لابس حاجه طول الوقت عشان بتبقى ستريس، لا انا بديك الفرصه ان انت وقت ما تحب تعرف معلوماتك الحيويه تمسك التليفون تبص عليه في 40 ثانيه اطلع لك حالتك الصحيه عامله ازاي. وغير كده بنزود حاجات لصحتك العقليه كمان عن طريق الصوت وحاجات تانية هنتكلم عليها في فيديوهات كتير. ولكن ببساطه انا مش جاي اقول لك خد والترا وما تاخدش ووب او كده، لا ابدا، الاثنين ليهم فوائد مختلفه. وانا من رايي الساعات والحاجات اللي احنا بنلبسها الديجيتال دي هتختفي كمان شويه، وهيبقى كله بالنمط ده، لان الناس عاوزه شاشات اقل. وبعد شويه النمط ده او ان انت تبقى لابس حاجه اصلا ماسكه فيك، الموضوع ده هيتغير، لان هيبقى في مشاكل في السكيورتي والتراكنج والنافيجيشن ومش عارف ايه، فالناس هتخاف ان هي تلبس دي. وده الاعتقاد بتاعنا على مدار ال3 ل5 سنين اللي جايين، ان كل الناس هتبقى عاوزه حاجه كونتاكتلس، يعني ابعد عني ابوس ايدك، سيبني خليني اعمل اللي انا عاوزه وقت ما عاوز. نرجع لمرجوعنا، الحاجات اي اداه بتقيس لك حاجه كويسه، لان اي حاجه تقاس تقدر تحسنها، وده مربط الفرس، تقدر تحسنها. لو انت مش هتحسنها دي مش ليك، لو دي مش حاجه انت محتاجها في فتره معينه دي مش ليك. انا بالنسبه لي ممكن خلاص انا خدت اللي انا محتاجه من الساعه دي، ممكن احطها في الدرج في اي وقت، مش هقول ارميها لان انا بحترم الاختراع ده وبحترم صاحب الشركه. ولكن لو هي مش هتضيف لك في حياتك ان انت تقدر تحسن حياتك، او ان هي مش هتديك اللي انت عاوزه منها، فهي هتبقى اداه ضغط نفسي عليك، ممكن تاثر على يومك، وده ضد اللي احنا بنتكلم عليه. انت المفروض تصحى تشتغل وتسعى وتحسن من يومك وتبقى صاحي بمزاج، يعني تفائل بالخير عشان تجده. بس لو انت صحيت لقيت السكور مش كويس، يعني اقل من 20% وكده، ونومك مش كويس، ممكن تصحى بمزاجك اوريدي مقرف، لا انت تقرف الناس بقى معاك، ما تشتغلش اصلا وتقرفنا وانتاجيتك تبقى صفر، فاحنا ما عملناش اي حاجه. فلازم نخلي بالنا انت محتاجها ليه، وكل شخص لازم يكون واخد باله انا دلوقتي لو خدت المعلومات دي هعمل بيها ايه. دلوقتي الابلكيشنز بقت فيها طريقه كويسه ان في كوتش ممكن تقعد تتكلم معاه وهكذا وهكذا، ولكن تاني مش كل الناس تقدر تستحمل الحاجه دي. وانا من رايي الشخص العادي مش هيستفيد من الساعه دي زي الشخص اللي بيحاول يحسن 5% من جزء من تمرينه او صحته او هكذا. فرأيي اللي معاه القدره ان هو يصرف على أداة زي دي سواء ووب أو أي شركة تانية، رقم 1 خلي بالك إن هي تكون دقيقة. رقم 2 هيبقى فيها إن أنت لازم تصرف، إن هي تقريبا $300 في السنة الاشتراك، ومش حاجة غالية مقارنة بالصحة، لازم تستثمر في صحتك. رقم 3 لازم تكون تاخد الموضوع بهدوء وباستراتيجية عشان تعرف تستفيد من الأداة دي، ما تبقاش حاجة تنقم من نفسك إن أنت استعملتها وحطيتها وحاسس إن في لود زيادة عليك لأن أنت اخترت الحاجة دي. ولكن خلاصة الموضوع أنا ممكن ببساطة أشيل الساعة واحطها في اي مكان ويومي مش هيتغير ابدا، حده تمريني مش هتتغير ابدا، لان انا عرفت البيس لاين بتاعي ايه، وعارف ان انا لسه بامكاني اعمل 1 2 3، وعارف ان انا لما بكون تعبان احساسي بيبقى عامل ازاي. يبقى انا مش محتاج ساعه تقول لي، بس ما عرفت ربطت احاسيس والريكفري بتاعي واحساسي بجسمي وبعضلاتي وبمجهودي وبنومي بالرقم اللي انا خلاص ناتشرلي اقدر اعمله. لان مثلا ممكن اديك مثلا اللي هو اللي كان بيوزن اكله قبل كده عشان يعرف السعرات اللي فيه، وبعد كده بقى خلاص عارف ان هو محتاج كميه معينه. وعلى فكره بموضوع السعرات انا ما عدتش بحسبها خالص، انا عدت بحسبها باحساسي بهضم الاكل، طاقتي بعد ما اكلت الوجبه، طاقتي تاني يوم وثالث يوم فقط. ان شاء الله اكل 2000 سعر زياده مش هيفرق معايا، لان انا في الاخر ببص في المرايه وعارف شكلي عامل ازاي. ولو كلت زياده هحس بطني هتقول لي انت كلت زياده، او جسمي هيقول لي انت شبعان، مش محتاج تاكل زياده، مش محتاج تاكل نفس الكميات. فاتمنى الفكره تكون وصلت. والفيديوهات التانية هنتكلم على تقنيات تانية، فلو في تقنيه معينه انتوا حابين تشوفوا او تسمعوا عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتس. هنعمل فيديوهات برضو عن والترا عشان اشرح لكم ليه والترا ممكن تحل محل الحاجات دي لناس معينه، او في الاغلب هي لجميع الناس. وبعدين لما والترا تفيدك ممكن تنقل على الحاجات التانية اللي فيها استثمارات أعلى أو فيها كوميتمنت أعلى،
تشوف اذا دي حاجه انت محتاجها ولا لا. شكرا ليك، اتمنى الفيديو يكون عجبك واشوفك في فيديو تاني.